كان طالبا بالأمس وصار مدرسا اليوم. إسماعيل شاب نشأ في بيئة اجتماعية لا تولي التعليم اهتماما قدر اهتمامها بتوفير لقمة العيش، فالتعليم يأتي ثانيا في ترتيب الأولويات، خاصة إذا كانت الدروب المؤدية إلى المدرسة شاقة. حينما كبر إسماعيل وعمل في إحدى الشركات شعر بنقص كبير في حياته، فقرر أن يمحو أمنيته وسعى لذلك، فلم يكتفي بتعلم القراءة والكتابة بل قاده طموحه إلى الحصول على الشهادات المدرسية، فحصل على الابتدائية والإعدادية ثم دبلوم تجارة. ولم يتوقف عند هذا الحد بل سعى إلى الانضمام للجامعة المفتوحة حتى وصل للسنة الثانية بكلية التجارة، ويأمل أن يحصل على الماجستير والدكتوراه في المستقبل. رغبته في التعلم دفعته لإصلاح قريته ومحو الأمية بين سكانها. أنا نفسي دلوقتي أغير المجتمع بتاعي، يعني احنا هنا بندور مثلا على طرق عاوزين نصلحه، عاوزين بنعمله مثلا شكاوى لمجلس الوزراء، بس طبعا هنا الأحياء والرئيس الحي اللي هنا في العمرية ده ما بيساعدش حد خالص، ويعتبر احنا منعزلين عن العالم خالص. وده طبعا اللي خلاني ابتدي افكر ان اعلم طبعا اهل بلدي اولا ماشي، والقرى برضو المجاوره، وبعد كده هوت انا نفسي كمان في يعني اعمل مشروع لمحو الاميه في الابتدائي في المدارس. وجد وبمحض الصدفة أحد البرامج يعلن فيها أحد دعاة الإسلام عن مشروع اسمه العلم قوة، فقرر أن يتواصل معه لأجل أهل بلدته، فقام الشباب المتطوع بتلبية رغبته والوقوف بجانبه. فمؤسسة صناع الحياة تعمل لتحقيق الهدف نفسه، محو أمية أبناء مصر، غير أن عراقيل عدة كانت لهم بالمرصاد. في مصر طبقا للتعداد الرسمي 18 مليون امي، فمستحيل ان جهه واحده بس هي اللي تكون معنيه بانها تستخرج او تمحي اميه ال 18 مليون امي. يمكن احنا حتى هذه اللحظه احنا بناء على الورق والنتائج اللي استلمناها من هيئه تعليم الكبار، الناس اللي دخلت وامتحنت عندنا في 2000 دارس امتحنوا ونجحوا ما استلمتش الشهادات. ده بيأثر على الدارس في ان هو بيصيبه بنوع من انواع الاحباط، بيخليه ان هو يفقد المصداقيه. تخطى هؤلاء الشباب الكثير من العراقيل ولعبوا دورا إيجابيا في العديد من القرى بتوفير منهج مشوق وسهل لتعليم أهلها. هي الفكره في المشروع ان احنا متطوعين جدد، فكل واحد كلنا في المدينه جوه قريه زي دي ما اعرفش اوصل لها بالتعاون بعد كده عن طريق مثلا باشمهندس محمود بالذات عشان كان معرض كان مساعدني في القرى اللي هنا. في قرى كتير احنا بنحاول نخلي الناس كانت الاول تيجي المؤسسه، بعد كده بقينا نعمل مخازن صغيره مش مخزن، يعني الجامع اللي انت شغال فيه في القريه بحط فيه حاجات احتياجاتك اللي انت محتاجها، سواء كتب كراسات سبوره اقلام كل حاجه، لان احنا كل حاجه بنوفرها للام مجانا. ورغم كل ما واجهوه من صعاب إلا أنهم كثيرا ما تحدوه، معلنين استمرارهم في مهمتهم والنجاح في أداء رسالتهم، فكانوا بمثابة القدوة والدافع لأهل قريتهم والقرى المجاورة. كان عندنا الاستاذ اسماعيل برضو المدرس بتاعنا، فمن هو ساعدنا اكتر في حاول يوصل لنا المعلومات، كنا بنفهم منه كويس قوي، ولما دخلنا الامتحان امتحنا وان شاء الله ناخد الشهاده عشان الواحد محتاج الشهاده ديت. عندي طموح اكبر ان اوصل للكليه ان شاء الله. ولأن الأمية بالتعريف الحديث لم تعد الأمية الأبجدية بل الحاسوبية، فعكف على محو أميته في مجال الكمبيوتر ليواكب التعليم المعاصر. جبت كمبيوتر وتعلمنا بقى الفيسبوك مع الناس حبيبنا الاستاذ محمود الفناجيلي، برضو بقينا دلوقتي مع بعض على طول، بيساعدنا برضو في شغلنا. يعني ممكن بكلم اي واحد على النت بتعرف عليه، بديله فكره صناع الحياه شغاله ازاي. قدوة غالبا ما نفتقدها في مجتمعنا، ربما تعلن لنا الأيام عن كثير مثله، يكون بمثابة النور الذي يضيء طريق كثير من شبابنا. عبلة عبد الحليم، MBC الإسكندرية.